اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده بقى يا بنات هنعمل غدا سهل وسريع، مش هياخد معاكي وقت خالص. تعالوا نشوف بقى هنعمل غدانا ايه النهارده. دلوقتي بقى يا بنات هنعمل مع بعض المكرونه، صلصه المكرونه. بصوا دي بصلايه اهي، انا بشرتها بالمبشره، خدت منها الميه للبانيه والتفل بتاعها هنعمل بيه اللهم صل على النبي المكرونه. هنحط كده الزيت اهو عليها اهو، انا بعمل مكرونه يا بنات بزيت اهو، حبه زي كده حلوين ماشي. هنولع بقى كده النار اهوت. طبعا الميه هنعمل بيها يا بنات هنتبل بيها البانيه، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر. خدنا الميه هنتبل بيها البانيه، والتفل هنعمل بيه احلى مكرونه ممكن تاكليها ماشي. جنبنا هنا طبعا الصلصه بتاعتنا الحلوه الجميله اللي احنا عاملينها في البيت، صلصه الطماطم اللي احنا عاملينها في البيت يا بنات. انا بجهزها بصراحه، وقت ما بكون عايزه اعمل بطلعها واروح حطها على طول، تبقى جاهزه بتسهل معايا في الاكل، ما تخليكيش تاخدي وقت خالص في عمايل الاكل. بقى انا ما بحمرش البصلايه ولا حتى يعني بدبلها بس كده، انا بحبها تبقى يعني بحس بطعمها كده في الاكل. كده بقى اقلب فيها كده اهو. اكله بسيطه وسهله، ما تاخدش معاكي حاجه خالص، بسرعه تكوني عاملاها. بصراحه منجزه، في اي وقت ممكن تطلعي وتعملي على طول. بصوا على طول نطلعها على طول. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى القوطه كمان متسبكه مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. هنحيقها على طول وهنسلق المكرونه ونروح على طول حاطينها. اديها بس كمان شويه صلصه عشان احنا بنحب المكرونه بيبقى في صلصه بالشطه جنب الاكل اهو. في ثواني كنا عاملينها. هاجي بقى نحط مع بعض كده الملح اهو، ملح اهو، وهنحط فلفل اسود على المكرونه. هي دي التوابل بتاعتي في المكرونه، ملح وفلفل اسود بس. انتي حابه تحطي سنه شطه حطي، بس انا بعمل طبق صلصه بالشطه جنب الاكل، اللي عايز مثلا يحط شطه يحط. اغطي بقى الحله دي كده واغطيها بس تغلي بس غلوتين كده، وهنطفي عليها طبعا ونسلق مع بعض. دي حطي بصوا الميه اهي على النار بتاعت المكرونه اهيت ماشي. هنحط فيها ايه بقى؟ نحط فيها ملح اهو ماشي. هنحط فيها معلقه من الزيت. المكرونه اللي بنعملها بالصلصه حطي فيها زيت، اما المكرونه في السليق، اما المكرونه اللي بنعملها بشاميل ما بيتحطش في الميه زيت، وتسلقيها بشويه ملح وخلاص. هسيبها كده لما الميه تقلب عشان نحط مع بعض المكرونه.
دلوقتي بقى هنتبل مع بعض البانيه. دي ميه البصل اللي طلعت ايه من البصلايه. ماشي، هنحط عليها ملح اهو، ملح اهو. ماشي، احط عليها فلفل اسود. لو حطيتي بملح وفلفل اسود كده تبقى جميله وتحفه. دي بهارات انا عاملاها في البيت، اسمها دي بهارات فراخ. ماشي اهو، هناخد منها ايه حبه كده اهو. انسي بقى البانيه بتاعك يبقى تحفه. هنحط كمان كزبره. دي كمان شويه كزبره كده اهي. احط حبه خل، واحط ليمون. لو الليمون عندك صغير زي ده كده حطي ليمونه، لو الليمون بتاعك كبير حطي نص ليمونه. انا الليمون عندي صغنن فانا هحط ليمونه بحلقه اهي. تتبيله حلوه جدا وسهله وما فيهاش اي حاجه خالص. لو انت ما عندكيش بهارات الفراخ حطي ملح وفلفل اسود بس وشويه كزبره مع الليمون مع سنه الخل وتبقى تحفه اهو. وهننزل بقى ايه على البانيه بتاعنا كده بالتتبيله الحلوه دي. هنقلبها بس كده في بعضها الاول اهو. هنحط بقى البانيه بتاعنا كده في الطبق اهوت، طبعا مغسول ومتنضف وزي الفل اهو. بصي اهو، تحفه 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 اهو. النبي عربي. وصلتي بقى معايا لحد كده حطي اللايك والاشتراك اهو. تبلنا البانيه بتاعنا بتتبيله سهله وبسيطه ما فيهاش اي افتكاسات خالص. تعالي بقى ما نحط مع بعض بقى المكرونه على النار. دلوقتي بقى بصوا الميه عملت اهي. ادي المكرونه اهي. ممكن تحطيها سليمه كده، ممكن تكسريها، انا هكسرها. بتبقى سليمه كده بتبقى عامله زي الاندومي، بتبقى جميله. انا بجيبها للولاد وبعملها لهم اندومي في البيت، بتبقى تحفه جدا. هبقى اعملها معاكم مره وصحيه ونظيفه عن بتاعت بره. على الاقل انت عارفه انت بتاكلي ولادك ايه. اللهم بارك اللهم بارك. هقلبها بقى ديت وهي على النار. طبعا عندنا الشوكه دي اهيت في طقم التوزيع بتاعنا كله بتاع المطبخ. تقلبي بقى اهيت. الصلصه عندي اتعملت طفيت عليها، يبقى انت كده عملتي الاكل بتاعك في وقت قياسي، ما يجيش في ربع ساعه انت عملتي الغدا بتاعك. صحيح استخدمتي حلتين بس انجزتي في الوقت اللي انت ممكن انت ايه مثلا وقت الغدا يعني الوقت جري منك وما عملتيش غدا، فانت تسافي نفسك بكده. اما ما يكون مثلا انت براحتك في الحاله اللي تسلقي فيها المكرونه تعملي فيها الصلصه، يعني تصفي المكرونه وتعملي في نفس الحله الصلصه بتاعتك عشان ما تعمليش مواعين كتير. خلصناها على طول، مفيش 10 دقايق، مفيش 10 دقايق وهتكون اقل من 10 دقايق تكون استوت كمان، وهنصفيها وهنقلي البانيه مع بعض ونقدم الاكل. ويا بنات هنعمل بقى دلوقتي مع بعض البانيه. بصوا نحط كده معلقه دقيق اهيت في الطبق، خليهم معلقتين دقيق اهو. ماشي اهوت. هنجيب بقى التتبيله بتاعت البانيه ننزلها كده اهي
العصاره دي كلها بيبقى فيها ايه، فيها البهارات وفيها كل حاجه اهي اهيت. وهنجيب بقى حبه ميه من الحنفيه وهنعملها زي خليط الكيكه كده اهو. تفضلي بقى تقلبي كده فيها كده اهو. نحط الزيت على النار، المكرونه اتسلقت وصفيتها. انا بحب افلفلها شويه من الزيت، بمعلقه من الزيت تبقى حلوه اهو. افضل بقى احط فيها ميه كده اهي لحد ما تديني قوام عامل زي قوام الايه، الكريب كده. ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، في الوسط. طبعا هي مكتله شويه فانا ايه هنفككها كده اهو هفضل بقى كده معاها كده لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه اهو. تفكي بقى التكتلات اللي فيها دي كده، تفكيها وانتي بتعملي تضربيها كده تفكيها. عندك مضرب سلك زي كده اهو. طبعا ده كبير، لو انت عندك مضرب صغير يبقى احسن ده يخليلك ايه مفيهاش تكتلات خالص كده. اكلنا خلص، هنقلي البانيه وهنقدم الاكل واكلنا خلص. مفيش في ربع ساعه، ما كملناش ربع ساعه كمان بصي احط عليها بقى ايه، ملح وفلفل اسود وشويه كزبره، شويه من الملح شويه من الفلفل الاسود اهو. احط شويه من الكزبره وخلاص. وعلى كده وهنحط بقى الخليط الحلو بتاعنا ده على البانيه، وهناخد من البانيه على الفيجيتار. انا عندي هنا ده فيجيتار مش بصمات، حطيته كله اهوت على البانيه تحفه، ولا بيض بقى ولا اي حاجه خالص بصي والريحه بقى ما اقولكيش دمار، ريحته حلوه قوي. وصلتي لحد كده حطي اللايك والاشتراك اهو يا بنات اهوت. هناخد بقى من البانيه بتاعنا ده كده، الايد اللي تتحط في البانيه ما تتحطش في الفيجيتار، الايد التانية تبقى ناشفه اهوت، عشان ما تبصيش تلاقي الفيجيتار بتاعك او البصمات كله اتكتل في ايديكي اهو. سهل وبسيط، اكله بسيطه وسريعه ومنجزه اهو. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا كده اهوت، بقى احطها كده اهو، والايد التانية اهي نعمل كام واحده كده ونروح بقى واروح اقلي. شفتوا كده اهو. التانية بقى اهوت هعمل معاكم دي بس كده، واروح انا ايه، اروح انا بقى اقلي بقى البانيه بتاعي.
تحطي كده وتدوسي. سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه خالص، جميله جدا والبنات والولاد بيحبوها جدا اهو. تعالوا بقى نروح نقلي بقى مع بعض. اهو يا بنات بصوا اهو نقلي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بسيطه وسهله ازاي، مفيهاش اي حاجه خالص. هقلي معاكم الحتتين دول وفي الاخر خالص هقلي بقى بقيه البانيه مع نفسه. نفس وهميه. ولا الكفر مثلا وقع من عليه ولا اي حاجه خالص، كفر زي ما هو. حلو يا بنات، بصوا البنات ما شاء الله اهو، اللهم بارك على خير. هكمل بقى بقيه الكميه بتاعتي وارجع نقدم الاكل مع بعض. ده كان غدانا النهارده يا بنات، سهل وبسيط جدا ومخدش منك اي وقت. لو عجبتك الحلقه بقى ما تنسينيش لايك وشير واشتراك في القناه، واستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي باي.